اهم حاجه انت بس تبقى عينك على المنصات. اخر جزئيه ودي لو حابين تصوروها، ايه المكاتب اللي ممكن تجيب منها التولز وفي نفس الوقت الاخبار. دول اكبر 6 مكاتب للتولز وللاخبار اللي موجودين دلوقتي جلوبال. العمود الاولاني ده فيه التولز بتاعت الاي اي كلها اللي بتطلع كل يوم، فمجرد ما تخش عليه ده سيرش انجن بيجيب لك كل التولز. والتاني دي منصات للاخبار، بتحط الايميل بتاعك وبيجي لك الاخبار كل يوم. طيب دي الجيفت. هتعملوا سكان للكيو ار ده، هينزلكم على ويب سايت. الويب سايت ده عملته في خلال 3 4 ايام، موجود فيه تمبلت لاكتر من 8 ايجنت. سلام. 4 منهم على ميك و4 منهم على انت ان، وفيهم 25 كاستم جي بي تي للماركتنج بس، من ضمنهم بتاع الميديا باير عليه اكتر من 1500 شات حتى الان. ف ذاتس ا جيفت. دي اول جيفت. كل تمبلت جوه ده هتلاقي جواها التمبلت بفيديو للشرح، وهخطف من اخونا حسني حته الكوميونتي. في كوميونتي صغير كده عامله للجنريتيف اي اي، هتلاقوا فيه ناس زينا مصريين وبره شطار جدا في حته الجنريتيف. كل واحد فيهم شغال بطريقه معينه، اللي شغال في الاوتوميشن، اللي شغال في الايجنت. خش اسال اي سؤال واي حد موجود جوه الكوميونتي هيرد عليك ويقول لك حل المشكله ازاي. حلو. التمبلت دي هتعملها داونلود، تمام. هتخش على الاكونت بتاعك بتاع ميك، هتعمل ابلود. اللي هو ميك او ان ات ان، او في واحده ميك وفي واحده ان ات ان، في 2 ميك. ده سله. انت عامل 2 واحد. في واحد لسله للناس اللي بتقابلها مشكله في سله، الكونفرجن اي بي اي ان هو بيقطع في فلو موجوده جوه ميك. لما ينزل الاوردر جوه موقع سله بيبعت الاي بي اي للفيسبوك عشان ما يقعش، فده رابطه في فيسبوك واكس تقريبا وسناب شات. وفي 4 ان ات ان. اهم حاجه ان انت لما تنزل التمبلت وتيجي ترفعها ما تعملهاش رن على طول، لان هي تمبلت فواخده الداتا اللي موجوده عندي. فانت هتخش على كل نود، هتكونكت بس بالاكونتات بتاعتك وتعمل لها رن او تيست، هتلاقيها اشتغلت واخدت الداتا وعيش حياتك، سواء تستخدمها او ده الجزء الثاني بقى ان انت هتبيعها. فهناخده بريك وهاجي اقول لكم ازاي بقى تبيعوا وايه المنتجات اللي ممكن نشتغل بيها، وتعرفوا المفاجاه الثانيه ان شاء الله.